يعني انت لو خسرت بكره ايه اللي هيحصل؟ المشاكل هتزيد. وبعد كده تقعد تقول ما فيش لعيبه والصفقات والمدربين، وهتنسى خالص مين؟ هتنسى الراجل اللي مشي، اللي هو اصلا سبب البلاوي اللي هي والمشاكل اللي حصلت لنادي الزمالك دي كلها من يوم ماتش السوبر السعودي لغايه النهارده. وعايز اقول لك على حاجه، هو ماشي ونادي الزمالك الكام؟ السادس. الخامس. يعني مش مربع الذهبي. ما هو ده الكلام اللي انا كنت بقول عليه السنه اللي فاتت. عليك نظره بس ما شاء الله عليك. انا قلت بص البطولات، هو طبعا فرحانين كل جماهير الزمالك، خدنا الدوري السنه اللي فاتت والكاس والكلام ده ماشي. بس يكفي جمهور الكابتن برضه هو ماشي قاعد يشكروه، راجل تنازل عن مبلغ كبير في حب نادي الزمالك، وراجل السنه اللي فاتت كان جايب دوري، يعني عنده برضه حاجات لا حلوه. هو لو راجل يعني بيحب نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك امشي عادي، ده انا المفروض ادفع فلوس، لان انا سبت لهم خراب مستعجل. انا مخرجهم من 5 بطولات يا فاروق. انا بجلاله قدري البروفيسير اللي الدنيا كلها كانت بتتكلم عليها، لو انا بجد في حق نادي الزمالك والله ادفع فلوس.